عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم يوميات ايمي. النهارده بقى هنعمل لكم اللي هو بتاع الطيبات، الخبز الكامل الحبة ده. بقى هعمل البولش ده عبارة عن معلقة خميرة هرمية كبيرة كده. طبعا انا جايبة الخميرة دي اصلا ومفضيها في البرطمان. معلقة هنا خميرة هرمية ومعلقتين سكر هرميين ومعلقتين دقيق اللي هو كامل الحبة. تعالوا بقى اوريكم كامل الحبة ايه هو اللي هو الدقيق ده. انا ما لقيتش الا النوع ده بصراحة في اوسكار. دخت والله في كل المحلات ما لقيتش حتى ولا الدقيق ولا الايه التوست. تمام. لقيت اللي هو ايه دون لوبيس دوت ب 35 جنيه في اوسكار. لقيته بالعافيه يعني. كمان كان ما فيش الا مثلا كيس او كيسين. الصراحه كنت عايزه اجيب اكتر من كده بس قلت لا، اما اجرب بس كده ونشوف ايه لو حلو هجيب ايه اكتر من كده. وهو ده الدقيق كامل الحبه يا جماعه. بصوا اهو هو بيبقى غامق كده. تمام. وطبعا الفرق بينه وبين الدقيق التاني ان دوت ايه القمح بتاعه كامل في كل حاجه بقى ايه. في جنين القمح وفي قشره القمح وفي كل حاجه. فما مش يعني مش نازعين منه اي حاجه. تمام. لكن الدقيق التاني ده بقى بيبقى ايه بيروح بقى لعمليه تصفيه وكده عشان كده ايه بتلاقيه بقى ابيض، لكن ده غامق يعني. ده بخيره زي ما بيقولوا. طبعا ده جميل يا جماعه للايه زي ما بقى نظام الطيبات قال والدكتور ضياء والكلام دوت، طبعا ربنا يرحمه، قال ايه عليه. فده هو يا جماعه حلو في الهضم. طبعا بيقولوا كمان سمعت حاجه لمصطفى محمود الله يرحمه العالم طبعا. بيقول ان هو بيوسع كمان ايه الشرايين بتاعه القلب. ده البولش بتاعه زي ما قلت لكم. البولش بتاعه اهوت هنقلبه كده. وقع مني ماشي مش مشكله. طبعا ايه اول بقى وهقفله بايه بحته كيس بلاستيك. اول ما بيعلى كده ويفور يبقى تمام. هنحط بس ايه شويه ملح. وادي البولش اهو ما شاء الله عليه اهو. بصوا الفقاقيع. هنرميه بقى ايه على عجينه كده. هنحط بقى شويه زيت كده في حدود مثلا ايه معلقتين 3 كده زيت بس. بعد كده ايه بقى الميه اللي مدفياها اهي. ميه بقى دافيه من الكاتل. لازم ميه دافيه. لازم ميه ايه دافيه. لا دي سخنه جدا. اللي بصوا الميه سخنه هتقطع ايه تقطع لي الخميره. فايه لازم احط لها بقى هنا ايه شويه ميه ايه. لازم ميه يعني فتره كده او مش فتره دافيه. ليه؟ عشان تنشط لي ايه الخميره. هدلق بقى دول كده واغسلهم ايه. واغسل الايه الطبق بقى من الايه اللي فيه. بس سخنه برضو حاساها سخنه. استنى اجيب شويه ميه ساقعين علشان ايه ما تقطعليش ما تهبطليش الايه الخميره. خلاص اهو دي حلوه كده اهو ايه. بصوا ملحوظه ان دي اللي هو كامل الحبه اقفلي بياخد ايه بياخد ميه اكتر من الدقيق العادي. طبعا لحد ما ايه العجينه تلم وبياخد ضرب كتير. بياخد عجن كتير في حدود بقى ربع ساعه كده او 10 دقايق عجن. برضو غير الايه التاني. معلش هو العجان اسهل من الايه من الايد يعني في الموضوع ده بالذات. كله طبعا انا شفت فيديوهات مش هكدب عليكم. كله بيقول ان العجان انا اول مره اعمله. كله بيقول ان العجان بياخد وقت يعني بياخد دقيقه عن التاني. بياخد قصدي يعني اسهل. ده بياخد ميه عن ايه عن الدقيق التاني. تمام. والعجان اسهل من الايد. يعني تستمري كده في العجن لمده قد ايه؟ لمده بتاع 10 دقايق. ليه؟ عشان العجينه تبقى حلوه كده ايه وتبقى لينه وتمط. اهو اللي قصدي اللي اهو بصوا انا نسيت طبعا. انا هكوره على ايه على صينيه فيها دقيق. المفروض دقيق من نفس النوع بس انا نسيت ان انا اخلي ايه ان انا ايه يعني افرده على الدقيق ايه اللي هو كامل الحبه. فعادي حطيت على الدقيق ابيض لان انا مش هعمل دقيق ابيض حاجه. انا بس مجرد ان انا ايه اكوره عليه بس. بقى طبعا مبدئيا هسيب بقى العجينه. بس انا عايزه اوريكم ايه قوام العجينه. بصوا هي بتلزق شويه اهي. بصوا اهي. بصوا اهي بتلزق شويه بس عادي. التلزيقه دي هنعملها بايه. المفروض تخلي شويه للايه للرش بقى او للفرد بس انا نسيت. فممكن هرش بالدقيق الابيض مفيش مشكله اهو. لان الدقيق الابيض هو مش هيخش جوه يعني. فمجرد انت بس ممكن هتفرجي عليه حاجه. ادي اهو يا جماعه جميله اهيت وما شاء الله حلوه يعني. هسيبها بقى تخمر. هغطسها بكيس بلاستيك واسيبها تخمر ايه وارجع لكم. عادي بصوا ما شاء الله بصوا عليه ازاي. استني بس احط بقى هنا ايه يجي كده. بصوا انا افتكرت كمان هحط رده. هبتدي بقى اكوره كده اكور وايه واعمله. ادي اهو بصوا ما شاء الله خمرت ازاي. لا اكبر عامله بقى يجي ايه دقيق او رده اهو. واقوم بقى هنا ايه
هكور كده هوريكم بس ايه قد ايه الرغيف. ما تحطش بقى اي حاجه كده على ايدك، قد الايه قد البضايه، طبعا البضايه اللي هي ممنوع اصلا في النظام. بس انا بوريكم بس عشان ايه اكور كده، وبعد كده ايه هبتدي بقى من اول افرد بقى من اول واحده ايه دي رده، ما عندكيش دي ايه بقى اللي هو ايه الكامل تحطي رده او دي ابيض، بس انا بفرد عليه بس لكن ما بدخلوش جوه الايه المكونات. هكمل بقى بالطريقه ديت كده، بصوا قد البضايه كده كبيره. هكمل وبعد كده بقى ايه هوريكم. اخلي بقى بالمنظر ده 10 دقايق عشان يبقى سهل في الايه في الفرد، ولما اجي افرد ابتدي باول واحده. بصوا بتفردوا بقى ايه برده اهو، بصوا بايديكم بتفرد بالايد على فكره. تعالوا بقى شوفوا هنا، بتحطوا الاول هنا اول ما يشمع تقوموا ايه قلبينه الناحيه التانية، هو مش شرط يتنفخ، انا عايزاه يعني رقيق اهو. دي بقى استوى اهو، مستوي جميل جدا جدا اهو ما شاء الله. تحفه. تاكلي بقى بجبنه، تاكلي بعيش، تاكلي بجبنه، تاكلي بكل حاجه. جيبي واحد. ثواني اهو، بصوا في هيتنفخ وفي لا، يعني مش شرط، او في حاجات حطها في الفرن. تمام. فين؟ وكل مره تعملوا تشيلوا ايه الرده كده. نجيب واحد تاني اهو. يشمع وبعد كده تقلبيه على الناحيه التانية وبعد كده ترجعيه تاني. اول ما يشمع حطوه كده على الناحيه التانية. استوى. طبعا فردته على رده، بصوا ما شاء الله جميل. هقصه دلوقتي، حطيته في الفرن اتنفخ، يعني اللي اتنفخ اللي حسيت ان اللي في الفرن هو اللي منفوخ، مش اللي في مش اللي على الطاسه، يعني دي ملحوظه طبعا. اهو بصوا اهو، بصوا ما شاء الله. بصوا بصوا الله اكبر. بصوا منفوخ ازاي. بصوا عشان سخنه قوي ومولع، احنا مش عارفين طالما فصل كده يبقى ايه اتنفخ. تمام اهو، بصوا ما شاء الله منفوخ ازاي. يتعمل بقى جبنه، يتعمل اي حاجه. ادي الباقي اهو. عملنا ايه في الفرن اتفتح. بصوا يا بنتي فرحانه عشان اتنفخ اهو. بصوا ادي العيش كامل الحبه، اللهم بارك. تحفه تحفه يا جماعه قوي، طبعا صحي جدا جدا. اللي سمعناه بقى طبعا، يعني احنا كنا مغيبين الحمد لله. يلا ادي اهو يا جماعه، يلا لايك وشير للفيديو. في حاجات على النار اهو متابعاها برضه عشان ما تتحرقش اهو. وده بقى اللي اتنفخ اهو. عايزه بس ايه اوريلكوا ايه ان هو